السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله معانا طريقة حلوة قوي لسندوتشات الشاورما التندوري. سندوتشات شاورما تندوري خطيرة، اللهم بارك، تحفة جدا جدا جدا. بجد هتعمليها في عيش كايزر، تطلع منك تحفه جدا. هتعملي لها ميكس صوصات، اي صوصات عندك انا هقولك عليها دلوقتي هتعمليها تطلع منك ممتازه ممتازه. وطبعا ده طريقه البرجر، هبقى اسيب لكم اللينك بتاعه في اخر في صندوق الوصف. يعني كنا عاملينه مع بعض من اول اللحمه وهي نيه كده لحد ما بقى برجر انتي تعملاه بايدك، تحفه، احلى من بتاع المطاعم واحلى من اللي انتي بتجيبيه من بره، وتحفه جدا. اول حاجه انا بجيب معايا هنا حوالي نص كيلو من الفراخ البانيه او صدور الفراخ. تمام، ببدا ان انا اقطعها كيوبس كده، مكعبات صغيره، ابدا اقطع فيها مكعبات صغيره. حلو، لان هي المكعبات دي هي دي اللي هتتحط في السندوتشات في الاخر، فمش عايزين القطع تبقى كبيره فيها قوي فتيجي تقطمي قطمه مثلا تلاقي قطعه الفراخ كبيره، لا، عايزين قطع الفراخ صغيره بحيث كل قطمه يجي فيها قطعه الفراخ اللي انت هتاكليها يعني. تمام، احنا كده خلاص. وطبعا لازم بتعملي البانيه، افضل طريقه لتقطيع البانيه او صدور الفراخ وهي مجمده نص تجميده كده، بحيث ان انا اقدر اقطع منها الكيوبس على قد ما انا عايزه بالظبط. انا كده خدت بالظبط يعتبر نص كيلو من الفراخ. تمام، هاجي هحط معانا كمان، هحضر دي من ضمن التحضيرات، هحط معانا فلفلتين احمر، فلفلتين اخضر، واحده من البصلايه، واحده من الطماطمايه. هجيبهم اقطعهم كلهم قطع صغيره علشان هنعملهم مع الشاورما التندوري الخطيره بتاعتنا النهارده. هنا بس بقطع البصل، انا بوريكم ان هو بيتقطع صغير جدا، عايزه تقطعيه في الكبه مفيش اي مشكله، ولكن التقطيعه بتاعته الصغيره اللي على الايد دي بتدي طعم لذيذ جدا جدا في قلب الساندوتش في الاخر لما بيتحط مع الفراخ والتوابل والحاجات الجميله دي. تمام، هنا كمان بنقطع الفلفل الاحمر، عندك اي بقى، ما عندكيش فلفل الوان مفيش مشكله، بس هو عشان اللون يعني بيبقى حلو قوي. عندك فلفل اصفر حطي. كده قطعنا طماطمتين، فلفلتين اخضر، فلفلتين احمر، او فلفلايه اخضر وفلفلايه احمر وطماطمايه وبصلايه. ماشي، هناخدهم على طول. اول حاجه هنحط فيه طاسه عندنا نظيفه، هنحط فيها معلقه من السمنه وتكون سخنه جدا، عايزينها تكون سخنه جدا عشان لما ننزل بالفراخ ما تفقدش الميه بتاعتها. هنحط الفراخ وهنسيبها شويه كده قبل ما نقلبها، هنفردها كلها في الطاسه وهنسيبها من غير تقليب بس دقيقه. هبدا ان انا احط بقى الصوصات اللي انا عايزه ان انا انزل بيها. في الاول انا هحط هنا معلقه كبيره كده محترمه من الكاتشب، معلقه كده حلوه صغيره مليانه كده من الثوم البودر، ومعلقه كمان من الخلطه السحريه بقى بتاعتنا وهي توابل التندوري، اي شركه تقدري تستخدميها مفيش مشكله، اسمها بهارات تندوري، دي بتديكي لون احمر، فاحنا كمان حطينا معاها الكاتشب عشان يعزز لنا اللون الاحمر شويه للفراخ التندوري. تمام كده. التوابل دي بتحتاج معاها بس بالظبط يعني نص معلقه صغيره كده من الفلفل الاسود ونص معلقه صغيره من الملح. تمام، لانها بتكون متبله متبهره حلوه قوي قوي يعني، ومش هتحتاجي معاها اكتر من كده. تمام، انا هنا زودت بقى حاجه صغيره خالص، رشه خفيفه خالص من توابل الفراخ. يبقى احنا كده البهارات بتاعتنا كانت بهارات التندوري معلقه كبيره كده مليانه، معلقه من الثوم البودر صغيره، نص معلقه صغيره من توابل الفراخ، وفلفل وملح، وخلاص على كده، فلفل اسود وملح. مجرد ما اتشوحت، طبعا هنا بنحط الفلفل الاسود، مجرد ما اتشوحت معانا خلاص كده هنحط عليها الخضار بتاعنا وهنغطي عليه ونوطي ونسيبه لحد ما يستوي ويدخل في بعضه ويبقى تحفه جدا. هنا الطبق اللي انا ماسكاه ده عملت منه ميكس، بس بصلايه على فلفلايه على طماطمايه كده، عملت لهم ميكس وشوحتهم بس تشويح كده في معلقه سمنه بلدي من غير اي حاجه لحد ما دبلوا وخليتهم على جنب. ده طبق الصوصات ده حطيت فيه طبعا اي صوصات عندك بقى، انا كان عندي هنا تكساس صوص، عندي مستردة، عندي باربيكيو، كاتشب ومايونيز، حطيتهم على بعض واديتهم ميكس كده حلو كلهم مع بعض علشان دول اللي هيبقوا الاساس بتاعي في الساندوتش من تحت. تمام، انا هنا بس بقلب كويس قوي قوي الصوصات مع بعض عشان تمتزج كويس قوي 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 مع بعض. عندك خيار مخلل كمان ممكن تقطعي منه قطع صغيره قوي 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 وتحطيه على الخليط بتاعنا بتاع الصوصات ده، يبقى رائع، وتبداي ان انت تحشي بيه السندوتشات من تحت. انا هنا الخلطه اللي انا عملتها اللي انا بقول لكم عليها بحط منها بس حاجه بسيطه خالص كده في الارضيه بتاعه الساندوتش، بتبقى تحفه جدا على فكره يا جماعه، نكهتها بتنقلها في حته تانية خالص. وهبدا ان انا احط الفراخ التندوري بتاعتي في الساندوتش، وهبدا احط برده شويه من الخس الكابوتشي معانا على الوش، او تحطوه على ارضيه الساندوتش، بيبقى تحفه جدا جدا. وبجد ما انصحكوش ابدا ان انتوا تعملوا اي ساندوتشات كايزر من غير ما تحطوا لها الكابوتشي، الخس الكابوتشي ده بجد بينقلها في مكان تاني وبيديها تست حلوه قوي قوي قوي.
انا هنا بعمل معاكم ساندوتش كمان علشان تشوفوا الطريقه بجد بجد. كان ساندوتش خطير ومختلف عن الشاورما العاديه يا جماعه خالص. يعني ده ما تقولوش ان هو شاورما عاديه، لا، بهارات التندوري فعلا بتنقلها في حته تانية وبتديها تيست تاني خالص غير الشاورما المصري اللي احنا متعودين عليها يعني. هنا خلاص كنا خلصنا بقى طبعا كنا بنعمل برضو في نفس اليوم زي ما قلت لكم برجر، سندوتشات برجر. فعملنا شويه تندوري وشويه برجر متصور لكم في فيديو كامل تاني بكل خطواته، هنسيبه لكم في الديسكريبشن بوكس او علامه الاي اللي هتظهر من فوق. والنهارده بس حبيت اعمل معاكم طريقه الفراخ الشاورما التندوري، اكله سريعه جدا، مفيش بقى 6000 طبق مواعين، لا كلها حاجات خفيفه وكلها حاجات بسيطه، واكله حرفيا تخلص في نص ساعه. في نص ساعه ما بتحتاجش تتبيل مسبق، ما بتحتاجش اي حاجه من الكلام ده. وطبعا بقى تقدميها مع اي عصير. هنا عملت بس ايه فراوله بالموز كده ميكس، كانت خطيره جدا باللبن، تحفه 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 اللهم بارك. اكله خفيفه وسهله وسريعه وولادك هيحبوها منك جدا جدا جدا. وبصي يعني انا عايزاكي تجربيها مني بنفس الطريقه بنفس البهارات والخطوات كده، وباذن الله هتعجبك جدا جدا جدا. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. ما تنسونيش في الاشتراك والسبسكرايب واللايكات والكومنتات الجميله، واتمنى تجربوا الطرق اللي انا بعملها وتدخلوا القناه وتشوفوا كده الفيديوهات اللي فاتت وتاخدوا يعني ريفيو كده سريع عنها. ان شاء الله يعجبكم جدا جدا، وهستنى اشتراككم في القناه يا حلوين. واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد، ومع السلامه.